وعلى آله وصحابته وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا إن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تتقوا فضلا من ربكم إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين. ما أفيدوا من أجل أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أخرج البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولده أمه. وأخرج مالك والبخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما وليس للحج المبرور جزاء إلى الجنة. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلى الجنة. وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. وأخرج الطبراني عن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني جبان وإني ضعيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالجهاد الذي لا شوكة فيه الحج. وأخرج مسلم عن طلحة بن عبيد الله وأخرج مالك عن طلحة بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي شيطان يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أشهر ولا أخير من يوم عرفات، وما ذلك إلا لما يرى من تنزل الرحمات وتجاوز دائر سيئات الأوهام. وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يا أيها الناس فإن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فلو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، وإنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم وسؤالهم على أنبيائهم. وإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ألا فرحم الله عبدا سمر عن ساق لأداء فريضة الحج قبل الفوات، وطوى في سيره المهامع والفلوات، وتجاوز الظهور والأنجال والعقبات، حتى طاف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة ووقف بعرفات. إن الله تبارك وتعالى يقول: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر إن الله غني عن العالمين.